هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم مستمعي ومستمعات الأكارم، هذا صلاح محمد زين يحييكم عبر أثير إذاعة المنتدى. نشرة الأخبار ستأتيكم كالمعتاد في مستهل ساعة اليوم الأربعاء 2 من ديسمبر، ثم أقرأ لكم إعلان نيروبي الصادر من الملتقى الوطني التشاوري الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في نهاية الأسبوع الماضي. ثم يأتيكم زميلي يوسف بوليسي بحديث حول أهمية الحوار والحاجة إليه. ونختم الساعة قبل إعادة نشرة الأخبار بتعليق حول كارثية السياسات التي تنتهجها العصابة الحاكمة في إريتريا. متابعة طيبة ومفيدة. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين.
اختتام الملتقى الوطني التشاوري للمعارضة الإريترية بإصدار إعلان نيروبي. شنقب وأسفاو يؤكدان بأن لا تفاوض مع النظام بل عليه الرحيل. عصابات النظام تختطف سيارات مواطنين سودانيين. وفاة الحسن أبو عيشة بسبب التنشيط العسكري القسري والإهمال الصحي. إيثار الخيرية تتبنى مدرستين إريتريتين بشرق السودان. إلى تفاصيل النشرة. اختتم الملتقى الوطني للتشاور لقوى المعارضة الإريترية يوم الأحد 29 من نوفمبر الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي أعماله بنجاح كبير بعد نقاشات معمقة استمرت ل3 أيام حول الوضع الإريتري نظاما ومعارضة وسبل تجاوز خطورة المرحلة الراهنة، متخذا جملة من القرارات الهامة. وكان الملتقى قد بدأ جلساته الأولى يوم الجمعة 27 من نوفمبر بدعوة وإشراف من المنتدى الوطني الإريتري للحوار، وبحضور أكثر من 12 تنظيما سياسيا وأفراد مستقلون وإعلاميون. كما كان اليوم الثاني من الملتقى يوما حافلا بتقديم الأوراق وإلقاء الكلمات التي صاحبتها مداولات ومشاورات ومناقشات مستفيضة. وأفاد أحد منظمي الملتقى في تصريح خاص به بعثة إذاعة صوت المنتدى إلى نيروبي أن الهدف من الملتقى كان الدفع بالعمل المعارض إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتبني استراتيجية تتوافق مع معطيات المرحلة والاتفاق على برنامج حد أدنى واستصدار قرارات تلبي تطلعات شعبنا في الخروج من نفق الظلم والاستبداد وإزاحة الكابوس الذي يجثم على صدره والمتمثل في عصبة الهجدف المستبدة. وقد أصدر الملتقى بيانا ختاميا اتفق فيه الحضور على النقاط التالية: حماية سيادة ووحدة أراضي دولة إريتريا، توجيه جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف، استبدال النظام الديكتاتوري بحكومة دستورية، وضع التدابير اللازمة لضمان الانتقال المنظم، والتأسيس لهيئة تواصل وتنسيق تعمل على صياغة رؤية مشتركة وبرنامج عمل بالتشاور مع المنظمات السياسية من أجل انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي، والتحضير للاجتماع القادم الشامل لجميع المنظمات المعارضة لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتسريع التحول الديمقراطي. هذا وسنذيع عليكم إعلان نيروبي كاملا عقب هذه النشرة. ومن جهة أخرى أجرى قسم التجرينية بإذاعة صوت أمريكا مساء أمس الثلاثاء لقاء مع كل من الدكتور أسفاو تخستي والأستاذ محي الدين أبو بكر شنقب حول مخرجات الملتقى التشاوري الذي عقد في نيروبي في الفترة من 27 إلى 29 من نوفمبر الماضي. أكدا فيه بأن منتدى الحوار الوطني الإريتري ليس تنظيما سياسيا يهدف إلى وراثة النظام، وإنما تنحصر مهامه في تنسيق جهود قوى المعارضة الإريترية من خلال حوار إريتري مستقل يهدف إلى تعزيز النضال الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي. كما أكدا على التعامل مع كل أطياف قوى المعارضة، واعتبرا أن كل من يرمي حجرا على النظام الحاكم في إريتريا هو بمثابة معارض للنظام، ويجب التعامل معه من أجل إسقاط النظام الذي لا تفاوض معه بل عليه الرحيل. وشدد السيدان شنقب وأسفاو على أهمية الحوارات في تعزيز بلوغ الأهداف المرجوة، وأن الملتقى التشاوري لم يهدف إلى خلق تنظيم واحد بل هدف إلى إيجاد التوافق على برنامج حد أدنى يمكننا من النضال سويا ضد النظام المستبد الحاكم، وهو ما توصل إليه من خلال نقاشات جادة وحرة استمرت 3 أيام. وأفصح بأن الملتقى التشاوري تمكن من تكوين لجنة ستعمل على توسيع المشاركات في اللقاءات القادمة. وفيما يخص علاقة إريتريا مع دول الجوار، أكد السيدان أسفاو وشنقب على سعي قوى المعارضة الإريترية في توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات مع السودان وإثيوبيا وكينيا والصومال وغيرها عقب سقوط النظام. كما شددا على ضرورة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية وفقا للقرار الدولي، مؤكدين بأنها مسألة لا تقبل النقاش. وطالبا إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي الإريترية التي أصبحت الشماعة التي من خلالها يرتكب النظام جرائمه ضد شعبنا. نفذت وحدات خاصة بأوامر مباشرة من قائد استخبارات مراقبة الحدود العقيد يوناس باتسو أملاخ عمليات اختطاف سيارات من عمق الأراضي السودانية،
حيث تمكنت تلك الوحدات المجرمة من اختطاف سيارة تابعة للهيئة القومية للكهرباء السودانية، ونفذت عملية خطف لسيارة مملوكة لنائب دائرة ريف كسلة وعضو اللجنة الأمنية بالمجلس الوطني السوداني السيد محمد حسين محمد علي. هذا ولم تتجاوب سلطات العصابة الحاكمة في أسمرة مع مناشدات الحكومة السودانية لإرجاع السيارات المخطوفة، والتي تجاوز عددها 10 سيارة كان على متنها أكثر من 20 مواطنا سودانيا، حيث يصر الجانب الإريتري بأن تلك المركبات كانت تستغل في عمليات تهريب البشر. إلى ذلك صرح مدير شرطة ولاية كسلة ومقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يحيى الهادي للصحف السودانية بأنهم تمكنوا من معرفة مكان تواجد السيارات المختطفة ومواقع احتجاز المواطنين السودانيين في معتقلات أدار سر وعد أبيتو، وأنهم يقومون بالاتصالات اللازمة مع الجانب الإريتري لتسوية الموضوع. توفي في الساعة الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء مدير القسم العربي بالتلفزيون الإريتري الحسن محمد الحسن أبو عيشة، متأثرا بخضوعه القسري لبرنامج ما يسمى بالتدريب التنشيطي العسكري لمنتسبي الجيش الشعبي، حيث انهارت صحة الفقيد الذي كان يعاني من مشكلات صحية معلومة لرؤسائه في وزارة الإعلام بعد أن شارك فيما يعرف بالمشروع الخلوي سيرا على الأقدام لمسافة 30 كيلومتر، ثم تبين أنه يعاني من مشكلات في الكلى تستوجب إجراء عملية غسيل للكلى، إلا أن جهاز غسيل الكلى الوحيد كان متعطلا لفترة تجاوزت الشهرين. وظل الفقيد أبو عيشة يكابد الألم والمرض طوال أسبوعين قبل أن تذهب روحه إلى بارئها. ويعد هذا الحادث المؤسف والموت المأساوي مؤشرا آخرا إلى مدى انعدام الإنسانية والاستهتار بأرواح المواطنين وعدم مراعاة الظرف الصحي لمن يفرض عليهم برنامج التدريب العسكري القسري، كما يعد دليلا دامغا على مدى تردي الخدمات العلاجية وندرة الأجهزة الضرورية لإسعاف الحالات الطارئة، مما يؤدي إلى حدوث وفيات كثيرة. وإذاعة صوت المنتدى تعزي أسرة الفقيد والشعب والإعلاميين الإريتريين في وفاة الأستاذ الحسن محمد الحسن أبو عيشة، ألا رحمه الله وتقبله قبولا حسنا. وفي النبأ الأخير، أقامت منظمة إيثار الخيرية يوم الأحد 29 من نوفمبر الماضي بمركز النجاشي في لندن ندوة ثقافية عن التعليم في معسكرات اللاجئين، تناولت أوضاع مدرستي العائدون والنضال بمدينة كسلة، واللتين قدمتا الكثير لأبناء الإريتريين الفارين من ويلات الحرب منذ السبعينيات من القرن الماضي، وما زالتا تواصلان العطاء رغم الظروف الصعبة للمدرستين في ظل انعدام الدعم والإمكانيات البسيطة التي تحتاجانها. وشارك في الندوة عدد من أعلام المجتمع الإريتري في بريطانيا، وتوصل المتحدثون والحضور على ضرورة أن يساهم المجتمع الإريتري كافة في مساعدة المدرستين. هذا وقد استعرض الأستاذ سعيد إبراهيم بالتفصيل والصور دور تاريخ المدرستين واحتياجاتهما من خلال زيارته الأخيرة إلى شرق السودان. واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم مع المنظمة في تبني المدرستين والطلاب المحتاجين. كما تهيب منظمة إيثار الخيرية بالجميع التفاعل والتبرع من أجل إغاثة إخوتنا في معسكرات اللاجئين وخاصة في مجال التعليم. نهاية النشرة. يا وردة يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا ليل يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة
صوت المنتدى. إعلان نيروبي 2015 حول التحول الديمقراطي في إريتريا. 1. تعيش إريتريا في ظل ديكتاتورية استبدادية شديدة المركزية، حيث لا يوجد دستور في البلاد، ولم تجرى أي انتخابات برلمانية على المستويين المحلي والعام، تاركة البلاد دون هيئة تشريعية أو حكومة تتمتع بتمثيل حقيقي. هناك غياب كلي لحكم القانون، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وسحق لأي معارضة، والنظام يستمر في سجن وتعذيب وإعدام المعارضين مع الإفلات من العقاب، واقتصاد محتكر أدى إلى حالة من الفوضى والبطالة والفقر المدقع، وأضحى التجنيد الإجباري مفروضا على الكثير من الشباب الذين يجبرون على أعمال السخرة من أجل بقاء واستمرار الديكتاتورية والخوض في حروبها التي لا تنتهي. فلذلك يهرب الشباب بأعداد كبيرة من البلاد، ويخاطرون بأرواحهم بحثا عن الأمان ورغبة في عالة أنفسهم وأسرهم، ويصبحون عبئا على البلدان المضيفة. 2. تتزايد المعارضة للنظام في الداخل وفي الشتات، وبالرغم من الجهود المبذولة للربط بينهما وتشكيل تحالف أكثر تماسكا لمعارضة الشتات، فإنه يتعين القيام بالمزيد والكثير في سبيل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، والتأكيد من أن سقوطا وشيكا للنظام الديكتاتوري لا يؤدي إلى فراغ سياسي وانهيار داخلي. 3. وعلى ضوئه انعقد المؤتمر الوطني التشاوري في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر عام 2015 بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث استعرض الوضع السائد في البلاد وناقش بعمق القضايا التالية: 1. نقاط القوة والضعف في النظام والمعارضة. 2. تحديات ومعوقات تغيير النظام والسيناريوهات المحتملة. 3. دعم الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية. 4. خلق إطار للعمل المشترك ومواجهة التحديات، وإدراكا لحاجة كل التنظيمات الوطنية المعارضة في المهجر والداخل للالتحام حول برنامج عمل سياسي مشترك اتفق المشاركون للعمل معا على: 1. حماية سيادة ووحدة أراضي دولة إريتريا. 2. توجيه جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف. 3. استبدال النظام الديكتاتوري بحكومة دستورية. 4. وضع التدابير اللازمة لضمان الانتقال المنظم. 5. التأسيس لهيئة تواصل وتنسيق تعمل على: ألف، صياغة رؤية مشتركة وبرنامج عمل بالتشاور مع المنظمات السياسية من أجل انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي. ب. التحضير للاجتماع القادم الشامل لجميع المنظمات المعارضة لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتسريع التحول الديمقراطي. المشاركون في المؤتمر: جبهة التحرير الإريترية، جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، الحزب الديمقراطي الإريتري، حزب النهضة الإريتري، الجبهة الديمقراطية للوحدة الإريترية، حزب المؤتمر الإريتري، حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري، الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، المؤتمر الإسلامي الإريتري، الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، المنتدى الوطني للحوار. المؤتمر الوطني التشاوري، نيروبي، كينيا، 29 نوفمبر 2015.
مدردي بدي أفوت عارفين للي 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 نا للي للي نا مدردي بدي أفوت عارفين للي 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 نا للي للي نا مدردي بدي أفوت عارفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا كرت اللف من أنبل من توقف لا تبطر كرت اللف من أنبل من توقف لا تبطر لو قيود دايتو يهو نتساقم ونباسر نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر نقوش نقيس نتعلم وعبيل نتق والعمر اقل فرح فتاينا وأبا يقل تحسر للينا مدردي بدي أفوت عارفين للينا للينا مدردي بدي أفوت عارفين للينا مدردي بدي أفوت عارفين كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو شباب عدنا كرت اللفلو جلاب حانا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا نتعفى عدنا تدلاكنا نتعمر جرادينا صوت المنتدى. الحوار ثم الحوار مسلكنا لتحقيق الغايات. تتوارد الأنباء من داخل الوطن بشكل متسارع وتتحدث عن حراك شعبي بدأ يأخذ حيزا تنظيميا دقيقا لموعد صار قريبا وقد لا يهملنا وقتا كافيا لترتيب أوضاعنا نحن كقوة وطنية معارضة، لأننا لازلنا نوجد في مساحة تاريخية وسطى مزعجة ومبهمة ومثيرة، تراوح مكانها بين مرحلة صارت في إرشيف التاريخ وأعني بها مرحلة الثورة العارمة، وبين مرحلة الدولة التي لم يكتمل مشروعها نتيجة لتسلط مجموعة صغيرة على الأرض والعباد، والتي تحتكر العنف لتحقيق أمن القائد الأوحد وتقضي على مشروع الدولة المدنية الديمقراطية، ذلك الحلم الجميل الذي راودنا لسنوات طويلة. تلك الدولة المدنية التي من المفترض أن يشارك كل مواطن في تسيير الفضاء العمومي لحريته فيها من خلال التزامه الحثيث بقضايا المجتمع. لقد أراد النظام تحويل الشعب الإريتري صاحب النضال التحرري العريق إذن
إلى كتلة سكانية قابلة للاستهلاك اليومي الفارق أو المفرغ من واقع التاريخ بلا رحمة، تحت مسميات شتى ومنها الثورة تحديدا، وإن كانت الأسماء الأخرى ليست أقل شأنا من قبيل السيادة الوطنية والوحدة والويانة، والسلسلة طويلة، وذلك خدمة للقائد الأوحد والحزب الأوحد وشعاره الأجوف: شعب واحد وقلب واحد. إن مواطن الدولة الوليدة قد انقلب في الأثناء الزعامية الأسياسيوية إلى ذرة تابعة للزعيم تسجلها السلطات الأمنية في إرشيفها المركزي وتحولها إلى رقم وبصمة ووجه، هي لعنة على حاملها إلى يوم قيامته، تطارده في كل مرة يحاول فيها أن يصبح مواطنا، أي شريكا في ذلك الوطن الذي تم الإعلان عنه كأغليم مغلق وسجن رهيب ومخيف باسم السيادة، التي تحولت عندنا من مفخرة قانونية للشعوب الحديثة إلى كارثة أمنية على شعبنا الذي لا يستطيع أن يمانع، أن يقاوم، لا من الداخل فيقع تحت طائلة الخيانة العظمى، ولا أن يقاوم من الخارج لأنه سيحمل وزر الاستقواء بالأجنبي، وبالتحديد العمالة للويانة وأمريكا والغرب، والسلسلة أيضا طويلة. هذه هي لعنة الأسماء التي استعملها السلطان السياسي استعمالا نسقيا ضد شعبنا، ربما نحن لا نتذكر منها عادة إلا دلالاتها الوطنية، وكان علينا أن نسأل لماذا، رغم أن السؤال بلماذا كان محور حديث الشارع منذ فترة ليست بالقصيرة. وبعد حركة 21 يناير المجيدة أضاف إليها اسما آخر وهو الدلالة الطائفية، والحال أن الدلالة الكارثية للهوية لا هي وطنية ولا يحزنون، بل هي أمنية، لقد تم الزج بالأفراد في أكياس صلبة تشرف عليها أجهزة قمع شديدة التنظيم والمركزية، وقادرة على المراقبة والتجسس والأرشفة طويلة الأمد بكل الوسائل المادية والورقية والرقمية والبصرية والسمعية إلى آخره. في ظل هذا الجو الزعامي المفرط في هيمنته الرمزية، كدنا نصدق بتحول شعبنا إلى شتات أخلاقي وذرات شخصية غير مؤهلة لأي توقيع كبير، إلى أن حملت إلينا الأنباء هذه الأيام بهذا الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل بوعي ويتبوتق في خندق الرفض والاعتراض والمقاومة، وكما يقال فإن الغيث الهادر يبدأ بقطرة، فإن الواقع إذن أصبح أكثر تهيئا لإحداث التغيير المطلوب. ربما يعتقد المرء للوهلة الأولى أننا في المعارضة الخارجية نسلك إذا حريتنا السلوك نفسه الذي نسلكه مع بعضنا، ذلك بالنظر لواقع الفعل السياسي المزري والمتمعن في ذلك الشحن الغارق في رؤى هلامية لدى أدواته التي تستهلك من الطاقة والوقت في جدل يشبه في عقمه ذلك الجدل البيزنطي حول من جاء أولا، الدجاجة أم البيضة، وقد يكون فيما يذهب إليه هذا أو ذاك صحيحا، ولكن رغم ذلك لدينا نحن الإريتريون إيمان راسخ بأن الحرية لا تكون بلا ثمن أبدا، ويختلف الثمن باختلاف الزمن والظروف، وفي كل مرة لكي نستحقها علينا أن نكون مستعدين لدفع الثمن عوضا عن تأجيله. يحضرني هنا قول الشاعر أحمد شوقي: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. وفي هذا الإطار هناك العديد من الأسئلة الملحة التي يجب أن نجد لها من الإجابات الشافية، من قبيل أين نحن من معاناة شعبنا؟ وما هي الإسهامات التي يمكن أن نقدمها من أجل تغيير هذا الواقع المرير؟ وما وزر كل من تخلف منا أو حاول تخليفنا؟ وهل نحن قوم نستحق الحرية حقا؟ تتنازعنا في الإجابة على هذه الأسئلة خواطر مختلفة أو متناقضة حتى، فإننا نعتقد أن الإنسان كائنا من كان وفي أي مكان وجد يستحق أن يولد ويعيش حرا، رغم أن البشرية طوال تاريخها الحديث والقديم لم يكن فيها الإنسان حرا، حيث عاش تحت نير العبودية التي تطورت
بأشكالها المختلفة بتطور أدوات الإنتاج وتنوع وسائله، إلى أن بلغنا هذه المرحلة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة. لكننا أيضا لا ننسى أن إرث الحرية يبقى للأجيال اللاحقة إن استحقته وحافظت عليه، كما هو في المجتمعات الغربية التي استطاعت عبر مراحل من الحوارات المستمرة في فترات زمنية متعاقبة من تثبيت مبادئ أساسية ذات قيم إنسانية عالية. مرة أخرى، هي أسئلة قد تحتاج لمساحة أكبر مما تسمح به هذه السانحة، غير أنه يمكننا تحديد بعض المعالم التي قد تعيننا في تلمس السبل الصحيحة لإجراء حوار سليم وبناء يحلق بشعبنا في عوالم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. بداية، إن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول القضايا الوطنية لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك، فإنها حالة إيجابية مفيدة لا بد منها في أي نقاش يجري بين القوى السياسية، لما في ذلك من فوائد كثيرة وكبيرة. فعقل الناس من جمع إلى عقله عقول الناس، فيستفيد المرء من تلك الآراء والمناقشات التي تدعم رأيه وتنصره وتكون دافعا له للاعتداد برأيه وعدم الحياد عنه، أو قد تكون متضاربة ومختلفة مع رأيه ومخالفة لوجهة نظره. وفي هذه الحالة يستفيد أيضا من تلك الآراء في تصحيح بعض آرائه وأفكاره الخاطئة إذا كانت آراء الآخرين وأفكارهم أشمل وأعمق وأدق من آرائه ووجهة نظره، وذلك بعد اقتناعه واعتقاده شخصيا بها. ففي نهاية المطاف لابد أن يصل كل من طرفي النقاش إلى محصلة نهائية يتفقون بها ومحطة نهائية يقفون عندها. ولكن ليس هذا شرط أو قاعدة في كل نقاش، فقد يكون هناك أكثر من رأي، وكل رأي من هذه الآراء صحيح ومنطقي، مع إنها قد تكون متضادة ومتضاربة في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو أن هذا الرأي المعين قد ينفع لظرف وموقف معين، ولا ينفع ويصح لموقف وظرف آخر. وهكذا فإن النظر إلى المسألة الواحدة قد يكون من زوايا وجوانب متعددة وكلها صحيحة ومنطقية، سواء كانت متفقة مع بعضها أو متضادة أو متضاربة، والذي يحكم صحتها وصوابها هو الظرف والزمان أو المكان وغير ذلك من العوامل المختلفة. إن مسألة أن يكون لكل منا وجهة نظره أو رأيه في حقيقة الأمر مسألة مهمة ودقيقة جدا، ولا بد منها في كل نقاش وحوار. أما أن يكون الإنسان على الحياد دون رأي يذكر فإنها حالة سلبية تماما، وتدل على ضعف شخصية الفرد، بحيث أنه لا يستطيع أن يكون لنفسه رأيا خاصا به يعبر به عما يختلج في أعماق نفسه وما يختزن في عقله من أفكار وآراء وخبرة. لابد في كل حوار أو نقاش يحصل أن يستند إلى قواعد وأسس ثابتة قوية، إذا ما توفرت فيه صار الحوار قويا بناء مثمرا ومفيدا تبعا لذلك. ومن هذه القواعد الأسس التي احتواها الفكر الإنساني ورأينا بفائدتها ما يأتي: أولا، لابد من مراعاة الديمقراطية وحرية الرأي في النقاش وعدم الاستبداد بالرأي أو فرضه على الآخرين، وهذه مسألة غاية في الأهمية في كل نقاش. ثانيا، عندما يشتد ويحتد الصراع الفكري بين الأفراد وتلتهب حلقة النقاش بالآراء المختلفة المتضاربة وتبلغ أوجها، فلا بد من مراعاة استمرار وبقاء الود واللطف والتواصل بين أفراد النقاش. ذلك الاختلاف في الآراء ينبغي أن لا يؤثر على استمرار العلاقات الطيبة والمودة بين الأفراد، فالاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما هو معروف. فهذا النوع من الاختلاف يلزم أن لا يكون مدعاة للعداوة والكره والحقد بين أفراد، بل هو مدعاة لتنمية الأفكار والآراء وتكامل العقول وتواصلها. ثالثا، يلزم مراعاة عدم الاستخفاف بآراء الآخرين وأفكارهم أو الاستهزاء بهم مهما كانت أفكارهم خاطئة أو ساذجة. رابعا، عندما يكون لنا رأي معين ونكون مقتنعين به، علينا الإفصاح عن ذلك بكل ثقة واعتزاز،
وبدون تردد أو خوف أو وجل من ردة أفعال الآخرين حوله. خامسا، لابد أن تكون الأفكار والآراء المطروحة في الحوار مبنية على أسس سليمة ومستندة إلى أدلة وحجج قويمة ودراية حول الموضوع المطروح. سادسا، الالتزام بالموضوعية في النقاش بعيدا عن التطرف والعنصرية والانحيازية. وكل هذه الأسس تكون بدون فعالية إذا ما افتقدت إلى رؤية وطنية واضحة تكون نبراسا يهتدى به في حواراتنا. وقطعا ينبغي أن تحتوي هذه الرؤية على الثوابت الوطنية ومراعاة الخصوصية التاريخية والنضالية لشعبنا وتجربتنا الثرية، وبالتالي الاستفادة من تجاربنا السابقة للارتقاء بالفعل السياسي الإرثي إلى فضاءات رحبة. وفي اعتقادنا أن ثوابتنا الوطنية تتمثل في الآتي: الحفاظ على وحدة الشعب الإرثي ووحدة أراضيه، الحفاظ على السيادة الوطنية للدولة الإرثية، الاعتداد برموزنا الوطنية. فإذا ما فعلنا الحوار بيننا إذن سنقي شعبنا عواقب وخيمة قد لا تظهر لبعض السذج في هذه المرحلة نتيجة لغصور الرؤى. وقطعا لا يعني ذلك أن نحاور النظام لأنه لا يعترف بنا ولا بوجودنا كما ذكرنا ذلك في برامجنا السابقة. فضلا عن ذلك ينبغي علينا ترتيب القضايا تراتبا رأسيا وفق أولوياتها الظرفية مكانية كانت أو زمانية، وهكذا نستطيع تجنيب شعبنا ووطننا ما يرتسم في مخيلة القائد الأوحد ومن تحلق به من الطفيليات وما يضمرونه من سوء تجاه الوطن والشعب والذي لم يعد خفيا. ونحن في إذاعة صوت المنتدى باعتبارنا إعلاما حرا ونزيها يسعى لتمليك كل الحقائق لشعبنا ويحاول الإسهام في إرساء دعائم صحيحة لحرية الرأي ومحاربة الإغصاء والتهميش بكل أشكالهما، سنعمل بجد وهمة من أجل بلوغ مرحلة الدولة الدستورية بكل ما تعنيه من مضامين ورقى. ولك المجد يا شعبي يا قاهر. تتلاكينا لتعمر جرادينا، نتعب بعدنا تتلاكينا لتعمر جرادينا. كرتلف ام بالله لجا قالب من هلا، كرتلف ام بالله لجا قالب من هلا. جلاب قطوع شعبنا إريتريا ومدرا، نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة، نتعفى من قبلات يوم تامع البدرة. حوي انت السانينا عدنا مثلنا مرة. لبيناها أباي من عدق النفر، كرت لبيناها أباي من عدق النفر، وكرت لبيناها عدنا قلنا حرر. ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المبر، ويومي بالكرت اللف شابنا سنق المبر. وحانا بادق النزاع ولا جعد تقل أغمل. أباي نو سكينا قوما توري يسمع، أباي لو سكينا قوما توري يسمع. كم محيا يتهدن شلع حلا وقمع، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح، وحدة جديدة حد نقمل ياهو أباي نفرح. قلنا دحين قبيلنا ياهو قوماتنا نرتاح. بدر كعبل
ربي نقر وقابل وزلو وزالم حالتنا 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 ربي نقر. صوت المنتدى. النتائج الكارثية لسياسات العصابة الحاكمة ومحاولات التملص من تحملها. دائما ما تسعى الأنظمة الدكتاتورية لتزوير الحقائق بهدف التغطية على أخطائها الهمجية القاتلة، والشيء المحزن كونها في البدء تستخف بأهلية المجتمع في تقرير الشأن العام، وتحتكر لنفسها صناعة القرار، فإن أصابت يمجد الزعيم الأوحد، وإن خابت وهذا الأعم يعلق الإخفاق على أي شماعة، سواء كانت الأمم المتحدة أو أمريكا أو تجار البشر أو إحدى الدول المجاورة أو حتى على الشعب نفسه. ففي كل مرة يضع النظام عناوين يحاول تحميلها أسباب فشله، وفي هذه الآونة نجده يركز على شماعتين: الأولى محاولة تحميل الوضع الكارثي الذي يعاني منه شعبنا على مشجب وكاهل عقوبات مجلس الأمن، رغم أن المشهد الإريتري السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي نتائج لسياسات الاستبداد الموغلة في الهمجية التي مارسها النظام الحاكم، والتي دامت حتى الآن لربع قرن من الزمن. ففي 23 من هذا الشهر أكتوبر خاطب سفير الطاغية إسياس مجلس الأمن الدولي مستجديا رفع العقوبات لكونها وفقا لمزاعمه أنهكت الأطفال والنساء والعجزة وعامة الشعب الإريتري، ساكبا كدأبه دموع التماسيح. إن الكارثة الحقيقية التي تخيم على الشعب الإريتري تتمثل في انتزاع حقه في الحياة، وانتهاك سيادته الشعبية والترابية، وإهدار كرامته في داخل الوطن وخارجه، وجعله يعيش عيش الكفاف وحياة البؤس، وذلك نتاج لسياسات الفساد والمزاج والأنانية والإقصاء التي انتهجتها العصابة الحاكمة بأسمرة، ولا علاقة لها بعقوبات مجلس الأمن الدولي مطلقا، لا من قريب أو بعيد. فما العلاقة بين ندرة الذرة والدواء والماء والكهرباء والحرية بعقوبات تمنع شراء الأسلحة؟ وحتى لو افترضنا جدلا لها علاقة، من الذي تسبب في حدوثها؟ أليست سياسات العنترة والبهرجة وعقلية خالف تذكر للطاغية إسياس هي التي تسببت في ذلك؟ ما الذي دفع الدول الأفريقية مجتمعة ودون استثناء، نعم دون أن تتخلف حتى ولو دولة أفريقية واحدة، لتطالب جميعها في عام 2009 مجلس الأمن الدولي بضرورة تعليم حكومة إسياس أفورقي نظم العلاقات الدولية وكيفية احترامها؟ وللإجابة على تلك التساؤلات نرى من الضرورة بمكان التعرف أولا على ماهية هذه العقوبات الدولية دون التطرق على الديباجات والمداخل المطولة للأمم المتحدة. فالقرار الأممي الذي يحمل رقم 1902 نال حينها تأييد 15 عضوا، وامتنعت الصين وصوتت ضده ليبيا القذافي. نعم، ما هو جوهر هذه العقوبات؟ العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على حكومة إريتريا لا تتعدى حظر توريد الأسلحة على إريتريا، وحظر لبعض المسؤولين الذين كانوا ينسقون عمليات دعم حركة الشباب الصومالية بالسلاح والاستخبارات. هذا كل ما في العقوبات. فكيف هكذا عقوبات تضر بمعيشة الشعب الإريتري؟
إن ما يسمى عقوبات مجلس الأمن على حكومة إريتريا مجرد جعجعة دون طحين، ورغم ذلك تسعى حكومة العصابة لتبرر بها سياساتها الإجرامية الهوجاء التي تسببت ومنذ سنوات طويلة خلت إلى أزمات خانقة يعاني منها الإنسان الإريتري، حتى وصلت هذه الضائقة المستحكمة في المجالات كافة ذروتها. أما الجديد في الأمر أن مجلس الأمن الدولي قرر في 24 من شهر أكتوبر الحالي إبقاء حظر الأسلحة المفروض على الصومال وإريتريا بموافقة 14 عضوا وامتناع فنزويلا. وتم تقدير الجهود المبذولة من قبل مجموعة المراقبة الدولية للصومال وإريتريا، ودعا مجلس الأمن حكومة إريتريا للتعاون مع هذه اللجنة وتوضيح طبيعة الشبكة التي تدير المال العام الإريتري في ظل غياب دولة المؤسسات في إريتريا. الشماعة الثانية التي يعلق عليها النظام فشله ظاهرة فرار الشباب الإريتري من وطنه الذي تحكمت في شأنه طغمة أذاقت الشعب وخاصة الشباب الأمرين، حيث سدت أمامه كل أمل في المستقبل وجعلت حاضره عبودية وجحيم. هذا الفرار الجماعي حاولت حكومة إريتريا في البدء إرجاع أسبابه للأمم المتحدة وأمريكا والدول الغربية، وأطلقت في سبيل إخفاء فشلها سيل من التهم على المجتمع الدولي، لكنها جوبهت بالحقائق والسخرية من المنظومة الدولية. ورغم ذلك جاء تصريح الاتحاد الأوروبي بمنح إريتريا 200 مليون يورو، وكذلك نشاط دبلوماسية السمسرة للنظام في دهاليز السياسة الأمريكية عبر الأمريكي اليهودي الأصل هيرمان كوهين. كل ذلك جعل حكومة الطاغية في هذه الآونة ترمي بالأسباب الأساسية لظاهرة فرار الشعب الإريتري من بلاده على عاتق جهات إجرامية مجهولة الهوية تعرف بعصابات الإتجار بالبشر. ومن خلال هذا الهراء تحاول كعادتها الاستخفاف بعقلية المجتمع الإريتري والمجتمع الدولي اللذان يعلمان بأن السبب الأساس لفرار الشباب من أوطانهم ناجم من الإدارة الفاسدة في بلدانهم. وعصابات الإتجار بالبشر الإجرامية نشأت بعد أن وجدت المعروض أمامها. فضلا عن ذلك يعلم الجميع بأن أكثر عصابات الإتجار البشري نشاطا في هذا الجرم المرتكب ضد الإنسان الإريتري هي تلك العصابات التي دربها وسلحها نظام إسياس أفورقي إبان معاداته للحكومة السودانية، ثم بعث بهم كأدوات لسياساته في السودان. لهذا ليس بخاف على أحد بأن العصابات الإجرامية على الحدود الإريترية السودانية ذات صلات تاريخية وحالية مع الأجهزة الأمنية لحكومة إريتريا. بالإضافة إلى ذلك أيضا معلوم لكل متابع بأن العميد تخل منجوس وعموم الأجهزة الأمنية بإريتريا زرعت ومنذ سنوات عديدة خلت أعضاء ضمن شبكات الإتجار بالبشر بدءا من السودان ومرورا بليبيا وإيطاليا لتحقق من خلالهم جملة من الأهداف. فالشباب الإريتري الهارب من نظام تكميم الأفواه والأنفس علم بأنه قد أصبح ضحية نظام استبدادي إجرامي خبيث يستنفذ طاقات الشباب في برنامج عسكرة المجتمع لإلهائهم عن الحياة الطبيعية للشعوب. نعم، لقد اكتشف هذا الجيل عبر معاناة طويلة وقاسية أن زهرة شبابه تذهب هدرا خدمة لاستراتيجيات سلطة لم ينتخبها الشعب، وأن عمره يستهلك في غير عائد لا للفرد ولا للأسرة ولا للمجتمع، وهو مجرد معتقل لمدد مفتوحة عبر القوانين العسكرية في الأودية وسفوح الجبال، وخادما دون مقابل في مناجم الذهب التي يعود ريعها للعصابة الحاكمة. لهذا عبر عن استيائه بالفرار من قبضتها القاتلة لحاضره ومستقبله، واختار مكرها المغامرة بحياته مقابل أن يتحرر من الاستعباد الجاثم على صدره. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين.
اختتام الملتقى الوطني التشاوري للمعارضة الإريترية بإصدار إعلان نيروبي. شنقب وأسفاو يؤكدان بأن لا تفاوض مع النظام بل عليه الرحيل. عصابات النظام تختطف سيارات مواطنين سودانيين. وفاة الحسن أبو عيشة بسبب التنشيط العسكري القسري والإهمال الصحي. إيثار الخيرية تتبنى مدرستين إريتريتين بشرق السودان. إلى تفاصيل النشرة. اختتم الملتقى الوطني للتشاور لقوى المعارضة الإريترية يوم الأحد 29 من نوفمبر الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي أعماله بنجاح كبير بعد نقاشات معمقة استمرت ل3 أيام حول الوضع الإريتري نظاما ومعارضة وسبل تجاوز خطورة المرحلة الراهنة، متخذا جملة من القرارات الهامة. وكان الملتقى قد بدأ جلساته الأولى يوم الجمعة 27 من نوفمبر بدعوة وإشراف من المنتدى الوطني الإريتري للحوار، وبحضور أكثر من 12 تنظيما سياسيا وأفراد مستقلون وإعلاميون. كما كان اليوم الثاني من الملتقى يوما حافلا بتقديم الأوراق وإلقاء الكلمات التي صاحبتها مداولات ومشاورات ومناقشات مستفيضة. وأفاد أحد منظمي الملتقى في تصريح خاص به بعثة إذاعة صوت المنتدى إلى نيروبي أن الهدف من الملتقى كان الدفع بالعمل المعارض إلى تجاوز الخلافات الضيقة وتبني استراتيجية تتوافق مع معطيات المرحلة والاتفاق على برنامج حد أدنى واستصدار قرارات تلبي تطلعات شعبنا في الخروج من نفق الظلم والاستبداد وإزاحة الكابوس الذي يجثم على صدره والمتمثل في عصبة الهجدف المستبدة. وقد أصدر الملتقى بيانا ختاميا اتفق فيه الحضور على النقاط التالية: حماية سيادة ووحدة أراضي دولة إريتريا، توجيه جهود كل القوى الوطنية الديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف، استبدال النظام الديكتاتوري بحكومة دستورية، وضع التدابير اللازمة لضمان الانتقال المنظم، والتأسيس لهيئة تواصل وتنسيق تعمل على صياغة رؤية مشتركة وبرنامج عمل بالتشاور مع المنظمات السياسية من أجل انتقال سلس إلى نظام ديمقراطي، والتحضير للاجتماع القادم الشامل لجميع المنظمات المعارضة لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتسريع التحول الديمقراطي. هذا وسنذيع عليكم إعلان نيروبي كاملا عقب هذه النشرة. ومن جهة أخرى أجرى قسم التجرينيا بإذاعة صوت أمريكا مساء أمس الثلاثاء لقاء مع كل من الدكتور أسفاو تخستي والأستاذ محي الدين أبو بكر شنقب حول مخرجات الملتقى التشاوري الذي عقد في نيروبي في الفترة من 27 إلى 29 من نوفمبر الماضي. أكدا فيه بأن منتدى الحوار الوطني الإريتري ليس تنظيما سياسيا يهدف إلى وراثة النظام، وإنما تنحصر مهامه في تنسيق جهود قوى المعارضة الإريترية من خلال حوار إريتري مستقل يهدف إلى تعزيز النضال الوطني وإحداث تغيير ديمقراطي حقيقي. كما أكدا على التعامل مع كل أطياف قوى المعارضة، واعتبرا أن كل من يرمي حجرا على النظام الحاكم في إريتريا هو بمثابة معارض للنظام، ويجب التعامل معه من أجل إسقاط النظام الذي لا تفاوض معه بل عليه الرحيل. وشدد السيدان شنقب وأسفاو على أهمية الحوارات في تعزيز بلوغ الأهداف المرجوة، وأن الملتقى التشاوري لم يهدف إلى خلق تنظيم واحد بل هدف إلى إيجاد التوافق على برنامج حد أدنى يمكننا من النضال سويا ضد النظام المستبد الحاكم، وهو ما توصل إليه من خلال نقاشات جادة وحرة استمرت 3 أيام. وأفصح بأن الملتقى التشاوري تمكن من تكوين لجنة ستعمل على توسيع المشاركات في اللقاءات القادمة. وفيما يخص علاقة إريتريا مع دول الجوار، أكد السيدان أسفاو وشنقب على سعي قوى المعارضة الإريترية في توطيد علاقات حسن الجوار والتعاون في مختلف المجالات مع السودان وإثيوبيا وكينيا والصومال وغيرها عقب سقوط النظام. كما شدد على ضرورة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية وفقا للقرار الدولي، مؤكدين بأنها مسألة لا تقبل النقاش. وطالب إثيوبيا بالانسحاب من الأراضي الإريترية التي أصبحت الشماعة التي من خلالها يرتكب النظام جرائمه ضد شعبنا. نفذت وحدات خاصة بأوامر مباشرة من قائد استخبارات مراقبة الحدود العقيد يوناس بطس أملاخ عمليات اختطاف سيارات من عمق الأراضي السودانية،
حيث تمكنت تلك الوحدات المجرمة من اختطاف سيارة تابعة للهيئة القومية للكهرباء السودانية، ونفذت عملية خطف لسيارة مملوكة لنائب دائرة ريف كسلة وعضو اللجنة الأمنية بالمجلس الوطني السوداني السيد محمد حسين محمد علي. هذا ولم تتجاوب سلطات العصابة الحاكمة في أسمرة مع مناشدات الحكومة السودانية لإرجاع السيارات المخطوفة، والتي تجاوز عددها 10 سيارة كان على متنها أكثر من 20 مواطنا سودانيا، حيث يصر الجانب الإريتري بأن تلك المركبات كانت تستغل في عمليات تهريب البشر. إلى ذلك صرح مدير شرطة ولاية كسلة ومقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يحيى الهادي للصحف السودانية بأنهم تمكنوا من معرفة مكان تواجد السيارات المختطفة ومواقع احتجاز المواطنين السودانيين في معتقلات أدار سر وعد أبيتو، وأنهم يقومون بالاتصالات اللازمة مع الجانب الإريتري لتسوية الموضوع. توفي في الساعة الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء مدير القسم العربي بالتلفزيون الإريتري الحسن محمد الحسن أبو عيشة، متأثرا بخضوعه القسري لبرنامج ما يسمى بالتدريب التنشيطي العسكري لمنتسبي الجيش الشعبي، حيث انهارت صحة الفقيد الذي كان يعاني من مشكلات صحية معلومة لرؤسائه في وزارة الإعلام بعد أن شارك فيما يعرف بالمشروع الخلوي سيرا على الأقدام لمسافة 30 كيلومتر، ثم تبين أنه يعاني من مشكلات في الكلى تستوجب إجراء عملية غسيل للكلى، إلا أن جهاز غسيل الكلى الوحيد كان متعطلا لفترة تجاوزت الشهرين. وظل الفقيد أبو عيشة يكابد الألم والمرض طوال أسبوعين قبل أن تذهب روحه إلى بارئها. ويعد هذا الحادث المؤسف والموت المأساوي مؤشرا آخرا إلى مدى انعدام الإنسانية والاستهتار بأرواح المواطنين وعدم مراعاة الظرف الصحي لمن يفرض عليهم برنامج التدريب العسكري القسري، كما يعد دليلا دامغا على مدى تردي الخدمات العلاجية وندرة الأجهزة الضرورية لإسعاف الحالات الطارئة، مما يؤدي إلى حدوث وفيات كثيرة. وإذاعة صوت المنتدى تعزي أسرة الفقيد والشعب والإعلاميين الإريتريين في وفاة الأستاذ الحسن محمد الحسن أبو عيشة، ألا رحمه الله وتقبله قبولا حسنا. وفي النبأ الأخير، أقامت منظمة إيثار الخيرية يوم الأحد 29 من نوفمبر الماضي بمركز النجاشي في لندن ندوة ثقافية عن التعليم في معسكرات اللاجئين، تناولت أوضاع مدرستي العائدون والنضال بمدينة كسلة، واللتين قدمتا الكثير لأبناء الإريتريين الفارين من ويلات الحرب منذ السبعينيات من القرن الماضي، وما زالتا تواصلان العطاء رغم الظروف الصعبة للمدرستين في ظل انعدام الدعم والإمكانيات البسيطة التي تحتاجانها. وشارك في الندوة عدد من أعلام المجتمع الإريتري في بريطانيا، وتوصل المتحدثون والحضور على ضرورة أن يساهم المجتمع الإريتري كافة في مساعدة المدرستين. هذا وقد استعرض الأستاذ سعيد إبراهيم بالتفصيل والصور دور تاريخ المدرستين واحتياجاتهما من خلال زيارته الأخيرة إلى شرق السودان. واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم مع المنظمة في تبني المدرستين والطلاب المحتاجين، كما تهيب منظمة إيثار الخيرية بالجميع التفاعل والتبرع من أجل إغاثة إخوتنا في معسكرات اللاجئين وخاصة في مجال التعليم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.